دلوقتي الكفتة طلعت. دلوقتي هنعمل ممكن منها ساندوتش بالمايونيز والبقدونس، بتبقى جميلة قوي وبألف هنا وشفا. دلوقتي انا هعمل كفتة شامي بطريقة حلوة قوي قوي وسهلة جدا. هجيب نص كيلو لحمة مفرومة وكوباية الا ربع برغل شامي، وبنقع البرغل ساعتين 3 وبعدين بتصفيه. اللحمة تكون ملبسة وحطلها كمان حتة ليا عشان تدي طعم. بحط بعد كده كله في الكيتشن في المكنة، وبعد كده كله يتضرب واحط التوابل. خلصت الكفتة، تبقى طعمها حلو قوي قوي. هنشوف دلوقتي قطعت بصلاية عشان كله يتضرب مع بعضه، واحط دلوقتي معلقة ملح، احط معلقة ونص ملح، معلقة ونص قرفة، ودلوقتي نص معلقة بهار شامي، دلوقتي معلقة صغيرة لوري مطحون، معلقة ونص فلفل اسود صغير مع المعلقة الصغيرة، ونص معلقة قرنفل مطحون، ونص معلقة كاري بسيطة. ده طبعا حسب اللي يحب كاري، ما يحبوش مش مشكلة، بس الأساسيات البهارات التانية اللي قبليها. دلوقتي هشغل كله في المكنة. أنا ما حطيتش هنا لسه اللحمة، لازم أضرب دول الأول لوحدهم. طعمها جميل جدا، ياريت تجربوها. دلوقتي حطيت اللحمة بتاعتي فوق البرغل والتوابل والبصلة، ودلوقتي هضربهم كويس جدا. دلوقتي هحط معلقة صغيرة بابريكا، دلوقتي بعد ما ضربتها بصوا لونها ازاي. دلوقتي بحط عليها بق زيت عشان ما تنشفش من فوق، وبغطيها وبسيبها ساعتين تتبل او 3 ساعات وممكن ليلة كمان، وبعدين تتقرص وتتحمر في الطاسة في سمنة مش زيت، وطعمها جميل جدا وريحتها روعة حلوة قوي. دلوقتي حطيتها في السمنة وقلبها، وتشوفوا ازاي جميلة، تعمل تماسك كمان للحمة. شوفوا ازاي قلبتها، شكلها جميل ازاي، طعمها اجمل كمان، ياريت تجربوها. بصوا ازاي بتتحرك، بصوا ازاي مش لازقة ولا اي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي الكفتة استوت. هحط دلوقتي مايونيز، انا حطيت نص معلقة، قلت اوريكم. بحط معلقة مايونيز، بحط هنا الكفتة. بسم الله الرحمن الرحيم. احط كده كده كده، بسم الله. واحط كمان رشة بقدونس، هيبقى جميل قوي قوي وبألف هنا وشفا. ياريت تجربوا الطريقة. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك وتفعيل جرس الإشعارات. بون أبيتي.